اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل والجمال على أحلى ربات بيوت. النهاردة هنتكلم عن تجهيزات رمضان، بس مش بالمعنى اللي بيخض ده اللي يخوف الناس، لا. احنا هنتكلم على سيستم للست الشاطرة اللي بتعمل هو كل شهر، بس المرة دي هتبقى في حاجات بسيطة وزيادة شوية عشان نفحة رمضان وعشان نحتفل برمضان. يعني لا في خوف ولا نزول نلم كل اللي في السوق ولا نخلص الفلوس. احنا هنبقى ماشيين بنظام والبيت يبقى مستور باللي موجود فيه. مفيش بيت في الدنيا ما بيعملش أكلة حلوة، والأكلة دي عشان تطلع حلوة لازم نبدأ بالبهارات، طيب، أو التوابل. ودي أول حاجة أنا ببدأ بيها، هو الدولاب اللي موجود فيه التوابل. أنا ماليش في البودرة الجاهزة، ست قديمة شوية، وماليش في البهارات الغريبة اللي بشوفها عند العطارين. أنا آخري هو فلفل أسود وملح كزبرة كمون، يمكن حبة حبهان مستكة. يعني ساعات أجيب اللي هي البهار الحلو ده اللي هو اسمها كبابة صيني، يعني بس ده آخري، لكن ما أجيبش حاجات كتير. أنا بحب أجيب اللي هو الحصى وأنقيها وأطحنها في البيت. أولا بتبقى ريحتها حلوة وجميلة وكده يعني، وفي نفس الوقت وأنا بطحنها يعني بتبقى أوفر بالنسبة لي. فبجرد الدولاب وأشوف إيه اللي خلص وأجيب الكمية بتاعة الشهر بتاعتي. أنا ما بجيبش كمية زيادة، هيها كمية الشهر وبطحنها. الريحة بقى طبعا بتبقى مش عايزة اقول لكم، بتبقى قلبة البيت. الكزبرة والكمون لما بيتحمصوا كده مش قوي، يعني تحطي ايدك عليهم بس تلاقيهم دفيوا وسخنوا، بتبقى انضف بكتير. وده بند اساسي عندي كل شهر، مش بس في رمضان. نيجي بقى لعصب البيت، وهو الرز والمكرونة والدقيق وايه تاني يا ولاد، يعني الحاجات ديت. بجيب الخزين برضو بتاع الشهر العادي، بزود بس انواع مكرونه اللي ولادي هم بيحبوها، عشان لو هنعمل مثلا مكرونه بالبشاميل، هنعمل مبكبكه فبنحب الصغننه المرمريه ديت. لو هيعملوا بالصوص الابيض بيحبوا الفيونكه. بس هو اللي بعمله كل شهر، مفيش جديد، هو خزيني، بس بأمن نفسي شويه. طيب، السمنة طبعا احنا في الشتاء، يعني ده وقت الخير. السمنة بتبقى عندي خلاص، انا جبتها ومتخزنة ومتسيحة. بحب اسيحها كلها مرة واحدة، واشيل برطمانات صغيرة اللي هي بتبقى برطمانات تشيل كيلو، بحطها في التلاجة من تحت واطلع برطمان برطمان. فده بنتم انا مرتاحة فيه جدا وموجود عندي طول السنة. طيب، ايه ناقص يا جماعة؟ الخضار. احنا كده كده بنجيب الخضار بتاع الموسم، بسلة وقلقاس وسبانخ، وبنفرز منها للصيف. فكده كده الخضار دوت، يعني لو هجيب كيلو بسلة بجيب مثلا 2 كيلو. واقوم عاملة ايه، واقوم شايلة نصه مفرزاه وبطبخ، فبيبقى عندي كده كده الخضار بتاع الموسم. من الخضرة بقى اللي بشيلها، الخضرة الكزبرة الخضراء دي بتبقى بالنسبة لي كنز. ما بشيلش اي خضرة تانية، بشيل الكزبرة بس، والكرفس عشان شوربة الخضار. الكزبرة الخضراء دي بشيلها متفرزة لأنها بتنفعني لما باجي أطبخ قلقاس أو سبانخ، وبتنجزني جدا جدا. لكن للأمانة المحشي بالذات لازم خضرته تكون طازة ولسه جاية من السوق، عشان الريحة تبقى حلوة كده في المحشي وريحتها باينة. يعني جربت أشيلها في الفريزر، بتعمل مية، وفي نفس الوقت بتبقى طالعة لما تحطيها في خلطة المحشي بتبقى غامقة وبتبقى طرية. مهما قلتي بشيلها يا لا، ما بتعجبنيش. ومعلش يعني ساعات بتبقى شحة شوية في الصيف، بس هنعمل ايه. المنقذ بالنسبة لي بقى حاجة تانية، برطمانات السعادة اللي في التلاجة. دي بتبقى فقرة اللي بتخليني اقف في المطبخ برنسيس. برطمانات بجهزها كل شهر وبتخلص لي الأكلة بسرعة. توم مفروم جاهز بيوفر نص الوقت في الطبيخ. التوم والفلفل اللي هي الهريسة الفلفل الأحمر العادي بينفعني جدا في بدنجان وسمك. يا سلام. ولو هتبل برضو فراخ باخد حتة منه.
صلصة الطماطم بتبقى متسبكة، بجيب طماطم الطرية دي واسبكها وتبقى جاهزة، كل شهر بعمل كده. هرسة الفلفل الأحمر ده الحباشي اللي بيدي طعم، لأن احنا بنحب الحاجة حراقة. دي كل حاجات انت بتعمليها كل شهر، بس انت مش حاسة، بس هي بتتعمل. يمكن الزيادة شوية بنجيب الفول والزبادي، واحنا سحورنا بسيط ومش بنحب الهيصة فيه قوي. يعني هو كيلو فول ده بيكفينا، لاننا مش كل يوم بنتسحر، يعني احنا عيلة مش كل يوم بتتسحر. ولو مش بنتسحر بناكل كل واحد زبادي وخلاص. ده دي ده في رمضان. وكل يوم الصبح لازم اجيب اللبن واغليه واعمل الزبادي، بيبقى طازة على وقت السحور. طيب الجبن بجيبها بالطلب كل اسبوع، الجبنة البيضة والتركي، وده هو اللي بعمله كل شهر عادي، لاننا ممنوع عندنا اللحوم المصنعة، فبنعتمد دايما على الحاجة الطبيعية وتكون مضمونة. لو جينا بقى للحمة، بجيب خزين اللحمة والفراخ بتاعي بتاع كل شهر، بس طبعا اول يوم رمضان ده له هيبة كده، فلازم يكون في حاجة مميزة، بطاية حلوة، ديك رومي، وراك رومي، وزاية، أرانب، يعني عشان لحمة كده مقلوظة. المهم يعني إن هو عشان يوم الأول وله الهبة، والعيلة كلها بتبقى ملمومة، فبتبقى حاجة تفتح النفس، وده يوم فرحة ولمة عيلة وبداية شهر كريم. كل سنة وانتم طيبين. نيجي لنقطة مهمة قوي، ميزانية العزومات. عشان ما نتبهدلش، ميزانية العزومات عندي على جنب لوحدها. لو في عزومة بشوف الضيوف بيحبوا ايه بالظبط، وبنزل اشتري الطلبات اللي هم بيحبوها مخصوصة ليهم، وما بضغطش على ميزانية البيت ولا بكركب الدنيا. كل حاجة ولها مقامها ولها حاجتها، فما بجيبش طبعا من اول الشهر وباجي في العزومة اقوم شاري حاجات تانية، لا، بستنى قبل العزومة واتصل بالناس، والله بتحبوا اسماك اجيب اسماك، لحوم اجيب لحوم، فراخ اجيب فراخ، اللي بيحب لحمة وسمك احاول اظبط الدنيا ما بين الاتنين، وهكذا. الحاجة الوحيدة اللي بتفرق عندي في رمضان هي المشروبات والبلح، فبجهز البلح بتاعي وبظبط المشروبات، واحنا عادة بنحب المشروبات الكلاسيكية بتاعت رمضان، خروب وتمر هندي والكركديه. وعندي مانجا يمكن من الصيف، فدي ممكن اعملها، ولو ان انا ولادي ما بيحبوش الحاجة العصاير الفواكه السميكة على رمضان، بيبقى عايزين حاجة مية كده بسرعة. يا جماعة رمضان ده شهر عبادة ولما، مش شهر أكل وتخزين زيادة عن اللزوم وتتعبي صحتك وتضغطي على جوزك وتضغطي على ميزانيتك. عيشي حياتك بالسيستم اللي بيعيشها بيه كل شهر، هتلاقي نفسك مرتاحة والبيت فيه خير برضو. نصيحتي ليكي، البيت اللي فيه نظام فيه بركة. ما تخليش المظاهر والفيديوهات التخزين اللي بنشوفها توترك وتخليكي تحسي ان انتي مقصرة. جهزي اللي تقدري عليه، واللي يقدرك عليه ربنا، واللي يريحك ويريح مجهودك ويريح جوزك وميزانيتك وصحتك، عشان تلاقي وقت انك تصلي وتقري قرآن. وربنا دايما بيبارك في القليل، وهتلاقيه كتير. هتلاقي في رمضان والله الأكل بيزيد وزيادة، ده في يوم بنلم بواقي الأكل كلها وبناكلها، وبتبقى يوم جميل جدا. عايزاكم بقى تقولولي في الكومنتات ايه أكتر برطمان ما بتقدريش تستغني عنه في تلاجتك. ما تنسوش اللايك والاشتراك يا جماعة، عشان يوصل لكم كل جديد من ربات البيوت. وأشوفكم على خير الفيديو الجاي، وكل سنة وانتم طيبين، بيوتكم دايما مستورة وعامرة بالخير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.